لو انت او لو انت هدفك من الاستقلال او ان انت تعيش لوحدك هو عشان عايز اخرج وانزل براحتي، عايز صحابي يجيلي براحتي، عايز اسافر براحتي، فدي هيبقى نتيجتها فشل ذريع. هي فكرة الاستقلال في إيه؟ ان انت بتعمل كاركتر ديفلوبمنت، بتبني شخصيتك بعيدا عن اهلك. لو انت شايف ان هم بيأثروا عليك في ان انت تطور شخصيتك، عايز تستقل ماديا. في ناس بيبقى لا، انا عايز اخرج من الكومفورت زون بتاعت اهلي واستقل عشان اقرص على نفسي ماديا، ابدا امسك نفسي في المصاريف عشان هيبقى عندي التزامات، ابدا اشتغل كذا شغلانه فريلانس جنب شغلي عشان انا وانا مع اهلي كنت مكسل اعمل الموضوع ده على اساس ان انا مش مضغوط. بيبقى في جزء تاني ان انا عايز مثلا اعمل كارير شيفت في حاجه انا بحبها، بس هحتاج ابقى مستقل بنفسي عشان اديها تركيزي واعرف اعملها. معاها ممكن يبقى في جزء الفن وجزء التفاريح، الخروجات والحاجات دي، انا ما بقولكش ان هي كلها جلد ذات. لكن لو بالبلدي السبب الاساسي هي العربده، فانا عشان كده عايز اقعد لوحدي عشان ما يبقاش بقى الراجل بقى اللي جوه اللي بيقرفني ويقول لي ميعادك في البيت 12، وامي اللي كل نص ساعه تليفون انت فين. لو ده الهدف الوحيد صدقني هتتجرجر في مشاكل كتير. اول حاجه انت هتصرف اكتر من ما انت متخيل. ليه؟ عشان انت زي ما قلنا انت رايح بقى للحياه اياها، فهيبقى في صرف هنا وصرف هنا، وهتعمل وهتعمل وهتعمل، هتضغط ماليا. هيبقى في جزء تاني ان انت هتدخل نفسك في مشاكل لان انت عاملها بسبب حياه التفاريح دي. فلا قدر الله تجرب حاجه، تشرب حاجه، ده هيجرجرك لحاجه، دي هيجرجرك لحاجه. لو انت بنت طبعا النيجاتيفز بتاعتها اكبر بكتير، مش محتاجين نخوض فيها. فبالتالي هتلاقي الموضوع بيباك فاير. انت لا استقلت ماليا، لا انت ضغطت نفسك في الحاجات اللي انت سحلت نفسك فيها. طبعا ده هياخد من تركيزك في شغلك، فحتة الكارير ديفلوبمنت دي هتروح في داهية. وانا شفت الناس اللي كانوا واخدينها في السكة دي، وشفت حصل ان كل حاجة انهارت. لان هو الموضوع كان مبني على فكرة ان انا صحابي يجولي، او ان انا اخرج وارجع براحتي محدش يكلمني، او ان انا اسافر من غير ما حد يعرف. فهي كانت الاهداف كلها اهداف طفولية، واهداف مش هي دي الحاجة اللي تخليني اخد قرار كبير قوي زي الاستقلالية بسببه. فكل حاجة انهارت، انهار الفلوس، وانهار الكاركتر ديفلوبمنت، وانهار الشغل، وانهار ناس غلط اتعرفنا عليهم في مواقف مش دي اللي تعمل الصحاب اللي بجد. طبعا الناس فهماني عشان ما اطولش وعشان ما اخدش في تفاصيل جدليه. فبالتالي لو ده السبب الوحيد للاستقلاليه، ان انا عايز اعيش لوحدي عشان ما يبقاش فيه ضابط او رابط، دي عواقبها كارثيه وارجوك ما تعملهاش.